ازيكم عاملين ايه؟ معاكم نرمين من قناة افكار حلوة مع نرمين. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك وشير للفيديو. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض بمناسبة مولد النبي عروسة المولد بطريقة جديدة. يلا بينا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجة هنجيب برطمان ازاز كبير بالشكل ده كده، يكون حجمه كبير علشان نقدر ان احنا نحط فيه اللي هي حلاوة المولد. وهنجيب كرتونة نعملها على شكل دايرة، يعني هتكون اكبر شوية من يعني القاعدة بتاعة البرطمان نفسه. وبمسدس الشمع، واجيب الشمع واحطه عليه من تحت على البرطمان، واحطها كده في النص بالظبط، واستنى لحد ما تنشف بالشكل ده كده. وهنجيب بكرة المناديل دي ده بكر المناديل اللي هو بتاع المطبخ. نعد 5 مرات وبعدين 5 مرات، يعني 10 من اللي هي يعني الفواصل دي، 10 فواصل من بكرة المناديل، وابدأ ان انا اطبقها بالشكل ده. طبعا المناديل بتاعه المطبخ بتبقى سميكة وجامدة يعني، فما نقلقش خالص. يعني انا يعني هي عشان بس تخلي الفستان بتاع العروسة يكون واقف ومنفوش. هنبدأ ان احنا بعد كده نعمل 11 سنتي اللي هو النص يعني بتاع طول المناديل، ونعمل كده بالمسطرة علشان نقسمها. وابدا ان انا بقى اقص على الخط، امشي على الخط بالمقص واقصها. يبقى كده احنا عملنا 11 سنتي، 11 سنتي، والطول حوالي 100 سنتي من المناديل. وبعد كده هجيب التل بتاعي بقى اللون اللي انا عاوزاه، اللي انا حباه المتوفر عندي، واجيب الابرة والخيط، احط طبعا الاتنين كده فوق بعض، وابدأ ان انا اسرجهم بالشكل ده كده. افضل اسرج لحد ما اوصل للاخر خالص. يا ريت يا جماعه اللي يعجبه الفيديو ما ينساش يعمل لايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، وعشان تدعموا القناه بتاعتي لانها لسه صغيره. فلو شايفين الفيديو يستحق ان هو يتعملوا لايك، فيا ريت. هنا بقى بعد ما خلصت كل سرقتها كلها، انا لسه ما شلتش الابره. بشوف بقى كده، اجيب البرطمان بتاعي علشان اشوف المسافة اللي هي يعني الجزء الفتحة دي انا هعمل لحد امتى، يعني لحد فين. ان انا مثلا اوسعها شوية اضيقها شوية، وسايبة الابرة فيها لسه. اول ما يعني اتأكد بقى من المقاس، اروح بقى شبكهم في بعض بالابرة علشان يبقوا بالشكل ده. وطبعا قصيت الطول الزيادة. وهنبدأ بقى نجيب اللي هي اللي انا كنت عاملاها اللي هي عرض 11 سنتي ديت، واحطها كده الكرتونة دي علشان الزق عليها الطبقة الاولانية من الكرانيش ديت. فهبدأ ان انا احط شمع بقى على الكرتون، والزق عليه الجزء دوت كده واحدة واحدة، لفها لحد ما اخلصها كلها. كده خلاص خلصناها. اول طبقة ديت كده لزقناها كده عشان تبقى ماسكة. هنبدأ نجيب واحدة نفس المقاس اللي هو ال11 في طول حوالي 100،
بالشكل ده كده. وبعد كده بقى هنعمل نفس الشكل بس نقصنا 1 سنتي، يعني بدل ال11 بقت 10. طبعا علشان تبقى طالعة تدريجي، فكل مرة هننقص سنتي. كده انا عملت واحدة 10 وواحدة كمان، يعني بعمل اتنينات. كنا عاملين 2 11، دلوقتي بدل ال11 بقت ال10 2 فوق بعض. بالشكل ده. بعد كده هنعمل تاني اقل برضو في المقاس 1 سنتي كمان، يعني بدل ال10 بقت 9 سنتي، برضو عملت منها 2. بعد كده اقل برضو دي 8 سنتي. الطول الطول يا جماعة زي ما هو، مش بننقص منه حاجة، هو العرض بس، يعني الطول هو العرض بس اللي احنا بننقصه عشان يطلع تدريجي. نظبطها كده. ونيجي برضو دول، برضو الاتنين دول برضو اقل 7 سنتي، يعني كل مرة بننقص سنتي. اللي هي يعتبر اخر واحدة عند اللي هي فوق ديت، عند البرطمان من فوق نلزقها بالشمع، علشان دي بقى اللي فوق تبقى ماسكة اللي تحتيها. بعد كده هنجيب كرتونة عملناها على مقاس البق بتاع البرطمان اللي هو من فوق، ودي ازازة انا شلت الجزء اللي فوق الغطا بتاعها من فوق، طبعا قصيته شلته يعني، ومن تحت قصيته برضو وخليته بحجم الدايرة اللي هي الكرتون ديت. وهنبدأ بقى نحط غيرة مخفف، ودي المناديل عاملاها كده شرايط، وهبدأ ان انا اكسي المناديل ديت بالغيرة بالشكل ده كده من جوه، ومن يعني الاماكن اللي دخلناها جوه. نحط الغيرة وبعد كده نحط المناديل. طبعا دي ازازة عادية، يعني ازازة حاجة ساقعة، فانتوا اي ازازة متوفرة هتقيسوا بس المقاس بتاعها وتشيلوا اللي هو الزور بتاعها اللي فوق ده، بحيث ان هي تبقى بالشكل ده كده. هنا عملتها بقى سيبها تنشف شوية، وجبنا العروسة بتاعتنا، خدنا الجزء اللي من فوق دوت يعني كستها من فوق بالمناديل برضو. وهجيب التل بتاعي اللي هو اللي انا مستخدماه في الكرانيش اللي كنت عاملاها، وهبدأ ان انا الف برضو العروسة بالتل ده. هي العروسة بس يعني الرخامة ان هي مش ايديها مش بتتحرك، فخلتني يعني كانت عامله لي اعاقه وانا بلفها كده من تحت ايديها. بس انتوا لو يعني مستخدمين العروسه اللي هي ايديها بتلف دي هيبقى سهل الموضوع يعني. وبالشمع كده ونلزق بقى التل ده، نظبطه كده من ورا ونلزقه. وبعد ما عملت الطبقة دي هعمل طبقة كمان، والطبقة دي كان فيها شريط ستان بنفس اللون بتاع التل، فهخليها كده من فوق يعني عشان تدي شكل، ولزقتها برضو. وهجيب بقى
قطعة قماش باللون اللي هو الموف برضو اللي انا مستخدماه ده، وهكسيها كده الكرتونة، يعني هكسيها بالقماش الموف. ولزقناها. وبعد كده بقى الجزء ده بعد ما نشف سرجت على مقاسها بنفس الطريقة اللي احنا الكرانيش اللي كنا عاملينها، عملت برضو مقاسها، بس ده تل بس لان احنا عملنا المناديل خلاص لزقناها في الازازة. فهناخد التل ده نلزقه من فوق زي ما انتوا شفتوا كده، ومن تحت كمان هلزقها بالشمع كده لحد ما تبقى على مقاس الازازة. واجيب الجزء بقى اللي فوق بتاع العروسة ده وابدأ ان انا ادخله في الفتحة بتاعة الازازة، دخلها كويس كده واتأكد ان هي دخلت كويس. وهجيب كمان القاعدة اللي هي هنغطي بيها الازازة دي، ده طبعا الغطا بتاع البرطمان. هنبدأ ان احنا نحط الشمع على الحروف واحط العروسة. طبعا زي ما قلت لكم احنا عاملين المقاس هو المقاس الازازة هو مقاس الكرتونة اللي هي برضو مقاس الغطا بتاع اللي هو جزء الفتحة بتاعة البرطمان بتاع الازاز. هنا بقى شريط ستان كده او اي حاجة متوفرة. لو مش عندك نفس درجة التل ممكن تستخدمي استراس او اي حاجة ونلزق بيها الوسط ده عشان ما يبقاش باين بقى ان الاتنين يعني مختلفين عن بعض. وبعد كده بقى اخر كورنيشتين عاملاهم دول مقاس 6 سنتي هحطهم. طبعا الجزء ده هلزقه برضو، وحطيت التانية كمان لزقت طبعا اللي تحت بالشمع واللي فوق برضو لزقتها كده عشان تبقى ثابتة وبقت بالشكل ده. هنجيب بقى شوية حاجات كده، دي استراس انا عملته شكل التاج وعملت لها اساور وعقد وهركب لها برضو حلق، وده الغطا. نيجي بقى للطرحة، هنجيب قطعة تل كده باللون الموف، هي من تحت عامله لها ستان بنفس اللون، واكشكشها كده اسرجها واكشكشها على الاخر والزقها كده بالشمع من فوق بحيث ان هي تبقى الطرحة بالشكل ده. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. طبعا هنا انا عاملاها علشان نحط فيها بقى الحلويات والحاجات بتاعت حلاوة المولد الجميلة اللي احنا دايما بنجيبها في المولد.